ايه اللي بيحصل ده يا ابو الكباتن؟ احمد عبد القادر بيتجاهل تريزيجيه عشان يروح يحيي الجماهير، واحمد عبد القادر بيعمل كده ليه؟ هو ده بقى بالظبط يا ابو الكباتن اللي كان مقصود، ولكن حنكه مصطفى شوبير انقذت الموقف. والله يا ابو الكباتن عايزك تتخيل معايا يا ابو الكباتن ان مصطفى شوبير من فتره قصيره جدا هاجم الصحفيين لما صحفي كان بيصوره وهو في احد المناسبات، وقال له اهم حاجه بس ما تغيرش العنوان وما تكتبش كلام من عندك. فالصحفي رد عليه، فرجع مصطفى شوبير قال له والله انتوا اللي بوظتوا البلد. وبعد كده معظم الصحفيين والاعلاميين هاجموا على مصطفى شوبير انه طبعا عمم واخطا في المهنه بشكل عام، ولكن بعد كده على قناه اون سبورت مصطفى شوبير طلع واعتذر وقال لك انا ما كنتش اقصد كده ووضح الموقف. ولكن كلنا طبعا عارفين ان بعض المصورين بيصوروا الفنانين ولعيبه الكوره بالشكل ده وبيكتبوا عنوان بيشد وبيجذب الناس زي اللي انا قلت لك كده في بدايه الفيديو، عشان مصطفى شوبير وهو موجود في الملعب ينقذ احمد عبد القادر من الموقف ده ويوضح سبب تجاهل احمد عبد القادر او سبب ان هو ما يروحش مع اللعيبه يحيي الجماهير. مصطفى شوبير قال لتريزيجيه وبصوت عالي رايح يشرب وينور على الموضوع. وصل لنا رساله ان احمد عبد القادر رايح بيدور على ازازه ميه وهياخدها ويشرب وبعد كده يروح للعيبه عند الجماهير ويحيي الجماهير. عشان طبعا لو مصطفى شوبير ما كانش يتكلم كان العنوان احمد عبد القادر يتجاهل الكابتن محمود حسن تريزيجيه ويرفض تحيه الجماهير، وكان ساعتها بقى احمد عبد القادر لسه العلاقه مع الجماهير مش احسن حاجه ولسه في كلام ان هو عايز يرحل او ان هو هيقعد وهيجدد، فساعتها الناس ما كانتش هتسمع عليه. فبصراحه شابوه مصطفى شوبير اللي لما شاف المصورين بيصوروا احمد عبد القادر قرر ان هو يتكلم ويقول كده عشان يحميه من هجوم وانتقادات كبير جدا.